البرنامج اللي تفرجوا فيه اليوم التاسعة سبور ماهوش يتعدى مباشر في الموعد الاعتيادي نتاعو نهار الاثنين ابتداء من 9. هذا تم بعد قرار من إدارة قناة التونسية أنه ما يتعداش ديريكت، ما يتعداش مباشر. يبدو أنه إدارة قناة التونسية وخصوصا مالك ذبذباتها ماهوش راضي وما كانش راضي على كلام تقال على البلاتو هذايا ضده هو، وعلى الاقل هو اعتبر انه تقال ضده هو في حصه سابقه، وهذا مقبول طبعا، نحترموا راي ايا كان، ولو انه نفس الكلام حول ايمان الرؤساء بنظريه المؤامره قلناه تقريبا على كل الانديه. اللي غريب بعض الشيء في الواقع هو انه يتم اليوم محاوله للسيطره والمراقبه المحتوى نتاع البرنامج والكلام اللي باش نقولوه على البلاتو بالطريقه هذه، يعني انه يتسجل البرنامج ومن بعد فما شكون باش يتفرج فيه وقد يحذف بعض الاشياء من البرنامج في المونتاج، وهذا طبعا يدل على انعدام ثقه في حريه الفريق الصحفي والفريق المسير للبرنامج للتاسعة سبور، وهي نوعا ما كذلك وسيله ضغط نسبيا اذا صح التعبير علينا لمراقبه محتوى البرنامج، وهذا بالطبيعه شيء ناسفوا له. ما نعرفش لو كان الكلام هذا الكل راه باش يتعدى بعد المونتاج ولا لا. على كل فتحي نزيدوا نوضحوا الامور اليوم. اذا اداره قناه التونسيه خرجت بلاغ واكدت فيه، حكيت فيه برشا حاجات واكدت فيه انه البرنامج اليوم ما نجمش يتعدى ديريكت. علاش؟ والله احنا في 2014 احنا بعد الثوره ذول البرامج المسجله في التلفزيون نواري بلون حسره، فما حتى قناه قديمه ولا جديده ما زالت كي بدات عندها نسبه مشاهده 1% ولا 50% تعمل برنامج رياضي مسجل. احنا ما تولدناش اليوم خويا ناصر باش نعملوا برنامج مسجل، كان خايفين منا ولا خايفين علينا، ربما خايفين علينا مراد، واحنا ماناش وليدات صغار باش تعدى علينا روايه البرنامج المسجل. مراد نسمع فيك. الحكايه وما فيها، لان حكايه اليوم الصباح فاجأنا، قالت يبان لنا البرنامج كالعاده بيان تفاجئنا كالعباد الكل، وربما بعد العباد الكل لان يعني كنا نحضروا في البرنامج مباشر مراد، بيان يقولوا فيه راهو حصه التاسعة سبور حصلت فيها عديد التجاوزات. نوضح لك، وانه العقد ما فيش البرنامج مباشر. قلت صح النوم اليوم الحصه 20 اليوم فقتوا العقد ما فيش مباشر. النقطه الاولى. الثانيه العقد فيه مباشر، ذول اللي قرا ما قراش مليح او قرا بعين واحده، لان يعني العقد فيه مباشر والمنطق يفرض انه البرنامج ما نجم يكون كان مباشر. اما التجاوزات سي مراد لانه سي معز ما قدمش البرنامج، لانه سي حيدر الشارني خذا بلاصتو واليوم انت خذيت بلاصتو، معناها هذه المشكله الكبيره، هذه التجاوزات معناها ظهر لي في العقد ما فماش شكون يطلع على البلاتو، واخرتها عاد سي رياض شنو الكلام اللي لازمك تقولوا، شنو الكلام ما تقولوش، لشكون تبندر، لشكون على شكون تجبد سيفك. ظهر لي اخر ما يمكن ان يصدر معناها تجاه ناس على الاقل الناس تحترمهم شويه. خالد حسني، مراد الزغيدي تبارك الله، سي عادل او الناس الموجوده على البلاتو حد ادنى من الاحترام. ايش قال لك سي مراد؟ قال لك يا سيدي ماناش خايفه في البيان، تعتبروا القناه التونسيه هذه التعاملات تعرفها شنو هي مو اللي انت خذيت بلاصتي حيدر وحيدر خذا بلاصه معز هاويه غير مسؤوله، خاصه وقناه تتحمل التبعات القانونيه تجاه الهيكاء. هلا على الهيكاء معناها كان احنا نعملوا حاجه هكا نبلبزوا شويه الهيكاء معناها باش تطيح على القناه التونسيه. هو للتذكير خاطر احنا دعينا للارهاب معناها في الاسبوع الفات، هذاك علاش الهيكاء هذاك علاش قلت لك انا تجاوزات وربما حصه التاسعة سبور انا هذا اللي خممت فيه، تهدد الامن العام قد يكون او الامن الخاص، وخلينا نقفوا في الامن الخاص من غير ما نطولوا بالطبيعه، من غير ما نطولوا لا من غير ما نطولوا. شوف معز معز مراد معز في انا كنت نحكي في الريجي لان كنا نحكيو مع معز. شوف مراد لانه فما احترام الساده المشاهدين، احنا ما نقولش احترامنا احنا على خاطر ماناش ولادات صغار، اما احترام على الاقل الساده المشاهدين يعرفوا كيفاش برنامج رياضي ناجح تجي وانت صاحب الذبذبات، تجي كيف اللي انسان عنده معناها حاجه معناها تجيب له المكاسب تجيب له كذا فهمتنا وتنحيها مسجل على خاطر كما قلت انت مراد يتسجل تفرجوا والمقص يرجع.
وهي عاده تونسيه معروفه معناها عشناها مده لا والله يا مراد عوام وعوام. لا مراد خلينا نحكي لك ولو ما عشناش في القناه هذه حتى قبل خليني مراد نحكي لك يا واش ونجم نشهد ما عليه عشناهاش حتى في تعرف سليم الرياحي ما نطولوش خاطر عندنا برشا كوره اليوم يا ماناش باش نطولوا. سي سليم الرياحي كان عايش في ليبيا ويقول لي ما يعرفش بالمكشوف في 2005 2008 ما يعرفش الوزراء شو قاع فيهم، رؤساء جمعيات. كي نحكي رؤساء جمعيات نحكي ناس كبار، ناس عندهم مستوى عالي، رؤساء جامعات. اش عناهم برنامج المكشوف؟ ولا واحد هز التليفون ولا برنامج تقص. نجموا نضيفوا ستاتسات باش نجيك قلت لك هذا بالمكشوف، نجيك الستاتسات. وانت مراد بالذات، انت بالذات في حصه من الحصص بالحسن الترابيسي ايش قلت فيه، والحصه لا تقصت ولا تنحات وقعدت مباشره. معناها وين رجعونا 50 60 70 سنه التالي. هذا طبعا ما يمنعش انه ماذا بينا كان بحسن ترابلسي يتحاسب معناها ماناش ما نخلطوش الامور معناها 30 ثانيه بالطبع 30 ثانيه انا باش نقول يا مراد خويا بايجاز المكسب الوحيد للثوره التونسيه وحريه الاعلام. اذا كان بدات السنسره في الرياضه اعرفوا ايش يستنى فيكم. المشكله الكبيره اليوم في تونس اختلاط الادوار. اذا كان رئيس نادي مع احترامنا للنادي الافريقي لا علاقه والاحباء نتاعو لا علاقه وهذا يعرفوه. رئيس نادي عنده ذبذبات ورئيس حزب يرد يحكم ويرد برنامج مسجل، برنامج كوره مسجل، ما بالك غدوه برامج اخرى. كلمه قبل اخيره بايجاز، اذا كان سيستم الرعايه ما تهموش الفلوس وهي فلوس الدوله، انا نقولوا له راهو لانه قناه التونسيه 51% ملك الدوله، راهو الدوله تهمها فلوسها. كلمة أخيرة وأنهي أخيرة. وهذا الكرة باش ممكن يتقص في المونتاج. أتمنى ألا تكون هذه الحصة الأخيرة إن شاء الله، ولكن أقول أتمنى أن تكون هذه الحصة الأخيرة مسجلة. هاي خالد عندك 30 سكوند. 30 سكوند توا انت تقلبنا بالادوار توا نضحكوا شويه خاطر قبيله اسمه مارتن لوثر كينغ اش قال؟ قال هيف دريم. الشعب التونسي بكل كان عنده دريم، حلم كبير بعد الثوره، منها الكرامه والشغل والحريه وحريه التعبير. اليوم انا بالفاز هذه فقت من الحلم نتاعي وقدامي كابوس. واليوم كخالد حسني يقول ان حريه التعبير عندنا في تونس بعد الثوره هو مصطلح اجوف شعبوي افتراضي. ونقول اخر كلمه كما قال سيرج لما جو سوي مالاد، خاطر طول حياتي طول حياتي خاطر حر في كل الاستديوهات. اول مره شوف نفسي نحس نفسي مقيد. هو للتوضيح، اولا ممكن الكلام هذا الكل راهو مش باش يتعدى باش يتقاس في المونتاج. ثانيا رانا احنا ماناش ضحايا حتى شيء لاباس علينا الكل معناها باش نوضحوا الامور. وثالثا للتوضيح كذلك راهو منا القدام اذا كان باش توصل تاسعة سبور علاقتنا في تحليلنا للنادي الافريقي للكلوب لجمهوره وحتى لرئيسه كسيفته كرئيس نادي الافريقي ما يتبدل حتى